رحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه اجمل اخوات ومتابعين في الدنيا؟ ان شاء الله النهاردة معاكم فيديو جديد. هنعمل مع بعض الفرخة المشوية في الفرن مع الخضار. يعني يعتبر سوتيه شوية لانه هو احنا مش ضايفين له اي حاجة. طبعا هو السوتيه معروف ان هو على البخار، بس يعني ان انا مش ضايفه له اي حاجة. سايبة يعني مثلا ايه الفرخة احطها في القلب الحامل بتاعها، زي اللي في الازازه، بس هي يعني عندي الحامل بتاعها. وطبعا اي بقى الدهون اللي هتنزل من الفرخه، الكلام ده كله هو اللي هيسوي لي الخضار اللي انا هحطه تحتيها. اول حاجه طبعا انا هنا هو ما صورتش طبعا معاكم التتبيله، لان انا كنت خارجه فيديو اللي هو كان قبل دون على طول. ان شاء الله ما اعرفش ده اللي هينزل، يعني هو بتاع جنينة الحيوانات هو اللي نزل الاول، هنزله الاول ان شاء الله. الفرخه دي انا تبلتها اليوم دون قبليها بيوم بالليل، بحيث ان انا قلت لما نيجي هنبقى تعبانين وايه اعملها. فطبعا ما صورتش التتبيله بتاعتها، بس هي التتبيله عباره عن بصلايه في الخلاط، كله في الخلاط، بصلايه، جزرايه، فلفل رومي، طماطمايه، حطيت معلقه عسل نحل، فلفل اسمر، بابريكا، كاري، كركم، اللهم صل على سيدنا محمد، توابل الفراخ. يعني التوابل اللي عندي حطيتها كلها ايه فيها. ورحت زي ما انتم شايفين مسكت الفرخه كلها بقى من تحت الجلد، بدات افتح الجلد بالراحه كده هو، وبدات ان انا ادخل التتبيله دي من تحت الجلد. وطبعا الملح يعني بدات احط التتبيله دي من تحت الجلد كده اهوت، عشان ايه كنت حابه ان الفرخه تبقى متبله اكتر. لما بتكون مشويه ومتبله اكتر بتبقى بصراحه طعمها تحفه. بس كده. وجبت الخضار اهو زي ما انتم شايفين، وسبتها بقى في التلاجة، غطيتها بكيس بلاستيك كده وسبتها في التلاجة لغاية تاني يوم. يعني انا عملتها بالليل، وتاني يوم خرجنا، وتالت يوم بقى انا سويتها يعني. وعملت الخضار زي ما انتم شايفينه كده هو، بطاطس، بس طبعا قطعت البطاطس كبيره، والحامل اهو زي ما انتم شايفين اللي انا حطيت عليه الفرخه بتاعتي ركبتها عليه كده بس. بطاطس وطماطم وفلفل وجزر وبصل. بس قطعت الخضار كبير شويه، بحيث عقبال ما الفرخه تكون استوت يكون الخضار استوى معاها. وعملت وحطيت عليها ربع كوبايه ميه ودخلتها الفرن. وبدات ان انا عملت رز بالخلطه كده، توابل، رز بالتوابل كده. حطيت رز بالكاري، رحت حطيت رز يعني عادي زي الرز الابيض بالظبط، ما فيهوش جديد يعني، هو زيه زي الرز الابيض بالظبط، بس زودت عليه، حطيت الكاري وقلبته، او زي الرز البسمتي مثلا. بس انا عندي توابل، توابل الرز الكبسه، انا حطيت التوابل بتاعت الرز الكبسه يعني. ممكن تتعمل بالكاري عادي جدا. انا كتير ساعات بعمل الرز دون بالكاري والكركم، وبيبقى بصراحه طعمه ممتاز، وبالليمون الاسود دون، والورق اللورا والحبهان، زيه زي الرز البسمتي، بس ده رز مصري عادي. ساعات بعمله كتير بالطريقه دي، وبيبقى حلو قوي قوي يعني، مش بيبقى محتاج حاجه، وبيبقى طعمه، عايزه اقول لكم بيبقى طعمه تحفه. كده طبعا الفرخه بتاعتي كانت استوت، هي اخدت في الفرن حوالي بتاع ساعه. والخضار انا ما حبيتش ازود في ميه، انا ما زودتلوش حاجه غير هي ربع كوبايه الميه، وزي ما انتم شايفين الخضار استوى تماما، لان انا عاملاه مكعبات كبيره شويه عشان ما يتهريش، لو كان صغير كان هيتهري. الخضار كان مستوي حلو جدا، والبصل، والفرخه كانت مستويه ما شاء الله. حطيت قرن فلفل كمان على الشبكه كده اتشوى، عشان انا كنت حابه اكل فلفل حراق. بس. وهبدا ان انا حطيت الرز بتاعي زي ما انتم شايفين على الصينيه بتاعتي. يعني حبيت اعمل له منظر بقى كده، يعني احطه على الصينيه واحط الفرخه كده في النص. آه الفرخه واخده لون حلو قوي قوي قوي. انا ما دهنتهاش حاجه والله من بره نهائي خالص، يعني انا ما دهنتهاش اي حاجه من بره نهائي، يعني هي بتلمع كده. هي كده هو ده سواها. وهي يعني فيها حتت كده، هي مش محروقه على فكره، ممكن الكاميرا بس اللي ظالمه اللون شويه، بس هي والله العظيم كانت حلوه قوي قوي قوي. لو تاخدوا بالكم كاميرا من بعيد شويه تحسوا ان هي محروقه كده من فوق، بس لما قربت الكاميرا هي مش، ما كانتش محروقه ولا اي حاجه. هي كانت ممتازه بصراحه. انا كنت مشغله الفرن من تحت بس، طبعا ما دخلتش فرن الكهرباء عندي، فاضطريت ان انا حطيتها في فرن البوتاجاز عادي.
بس بصراحة كانت الفرخة عشان كانت متبلة، كانت اللحمة بتاعتها كانت بصراحة حلوة قوي قوي. وطبعا بقى لازم نعمل بقى التكات والحركات بتاعتنا. حطيت على الرجول ورق ألمونيا كده هوت وعلى الرقبة وبدأت أخدت بقى حبة من الخضار، يعني زوقت الطبق بتاعي. وده كان الفيديو بتاعي، وان شاء الله الطريقه دي جربوها وهتعجبكم، والله سهله جدا. وعايزه اقول لكم ان هي انجزتني جدا 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 في الوقت، يعني ما كنتش متخيله ان هي تخلص كده. يعني انا عملت الخضار ودخلته الفرن خلاص، وبدات بقى ان انا اعمل الرز وخلاص. يعني اكله فعلا سريعه وما اخدتش وقت مني كتير. فاتمنى انتوا جربوها، واتمنى الفيديو بتاعي يكون عجبكم. وطبعا في اخر الفيديو هقول لكم زي كل مره، لو فيديو عجبكم ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه. والسلام عليكم.